لك صدقني انت اضعف كائن بشري قدام كائن طوله شبر ونص. اليوم بدنا نحكي شوي عن كذبة التربية الحديثة. تتذكر القذيفة البلاستيك الموجهة؟ حرفياً كنت إذا بتزت الإبرة على الأرض تسمع رنتها من كتر الرعب والانضباط. بابا بليز بي كول قدام عيونك وانت عم تزرف الدموع الفراق والأنين ولا يرفله جفن. عمو خليك بحالك يا أخي، أنت هيك دمرت مستقبله كأهم بلوجر وصانع محتوى بالشرق الأوسط. شبنا طموحه يطلع يعمل تحديات الطعام الحار على التيك توك. يا كلب. شريك ركز معي شوي واترك لي كل شي من ايدك. انت مقتنع انك مسيطر على حياتك؟ مفكر لي حالك كابتن السفينة بس لانك بتدير 10 موظفين بشغلك؟ لك صدقني انت اضعف كائن بشري قدام كائن طوله شبر ونص، لابس لك بيجامة سبايدر مان، ماسك لك هالايباد بايده وعم يهددك بنظرة استحقار مرعبة. ليش؟ لأنه قرر ياكل آيس كريم بنكهة التوت البري الساعة 12 بالليل. أهلا فيكم بحلقة جديدة من على الوتر. اليوم بدنا نحكي شوي عن كذبة التربية الحديثة ونشوف الوش الحقيقي للجيل يلي عم نربيه، ونقارنه بأيام الزمن الجميل يلي كنا نفقد فيها أبسط حقوق الإنسان بس نطلع زلم. لما نقعد ونتنهد ونقول الله يرحم هديك الأيام، نحن فعلياً عم نترحم على أسلوب حياة كامل انقرض. زمان يا حبيب قلبي الأم ما كانت تقرأ كتب التربية الإيجابية الخالية من العقد أبداً، ولا كانت تفتح فيديوهات الشورتس لا تسمع نصايح الدكاترة. الأم قديماً كانت تعتمد على الفيزياء البالستية. تتذكر القذيفة البلاستيك الموجهة؟ هديك اللي كانت تطلع من المطبخ تلف بالكوريدور وتصيبك بنص جبهتك مع انك متخبي ورا الكنباية. هذا كان الواي فاي تبع زمان، التوجيه عن بعد. وهالقذيفة ببساطة كان سببها لأنك ما رضيت تاكل صحن البرغل بلحمة أو خليتها تعيد الكلمة مرتين لنبع الحنان. أما اليوم الوضع اختلف كتير، لأنه صراعونا بحقوق الطفل وسياسة الحوار المفتوح، وصارت نسبة الأمهات اللي لسه بيستخدموا القذيفة البلاستيكية شبه معدومة. وإذا الولد رفض ياكل بسيطة كتير، منكبها البرغل ومنطلب له ديليفري وجبة أطفال مع لعبة، بس ياكلها رح تجيب أمراض الدنيا. طبعا المهم إنه هالكتكوت ما يبكي ومعدته ما تزعل، وبعدين منقضي نص الشهر بعيادات الدكاترة نعالج نقص المناعة والالتهابات المعوية. وهلأ خلينا ننتقل للرعب الحقيقي، الأب. زمان الأب بيكون غايب كل النهار وبس يرجع المساء هلكان وتعبان بتصير حالة طوارئ بالبيت. حرفياً كنت إذا بتزت الإبرة على الأرض تسمع رنتها من كتر الرعب والانضباط. بيفوت الوالد وبيستلم تقرير شامل كامل ومفصل من الأم، بتبلش بالأولاد، بعدين بتتوسع الدائرة لتشمل الحارة والحارات المجاورة، وأوقات إذا في شوية وقت بيتوسع على مستوى المحافظة والقطر. وهون بيجيك دور الفلقة. يا محلى القذيفة البلاستيكية تبع العصر قدام فلقة المساء. هي الفلقة بتخليك تعترف بجرائم ما ارتكبتها حتى. بس تعرف شو؟ هالفلقة هي يلي خلتك تحفظ جدول الضرب مثل اسمك وتطلع مهندس قد الدنيا. أما اليوم الأب بيفوت على البيت لا حدا بيقول له يعطيك العافية وكأنه سرابا أو خيال. بيمرق من بين هالولاد المبطوحين على الشاشات وكأنهم زومبي في غيبوبة إلكترونية صار له 17 ساعة متواصلة. بيفوت هالمسكين ببدل تيابه، بياخد زاويته بصمت،
أو بيستسلم وبينضم لجلسة التنويم المغناطيسي الجماعي على الموبايلات. أما إذا تجرأ وقال لأولاده قوموا درسوا، بيطلع له ابنه الصغير بيقول له بابا بليز بي كول. إيه بأمرك بابا بأمرك، رح صير كول ولنشوف من وين مناكول. والله يرحم هديك الأيام اللي كنا نطلع فيها من جو البيت لننزل على الحارة نلعب طابة. يطلع لنا هجار المرعب بالشيال الأبيض يلي إذا طابتك نزلت ببلكونته تعتبر الطابة في خبر. كان لك هذا الزلمة كان يمسك السكينة ويشق الطابة قدام عيونك وانت عم تزرف دموع الفراق والأنين ولا يرفله جفن. طبعا وما بخبرك قديش دفعنا مصروفنا لنجيب طابات جديدة من ورا هجار جميل، ما فيني أقول غير هيك. أما هلأ موت النزلة على الحارة انقرضت أصلا، الكل قاعد ورا هالشاشات. وإذا افترضنا وفي كم ولد نزلوا على الحارة فهدول نزلوا ليكسروا الحيطان ويعملوا زلزال. وإذا جربت تفتح شباكك وتعطيهم أصغر ملاحظة رح يطلعوا لك هالولاد ويفترسوك ويقولوا لك عمو خليك بحالك وسكر شباكك ما بتسمع شي. الحمد لله يلي احترمك شوي وبلش بهدلته هالفصعون بصفة عمو. ومنجي على المدارس بقى. زمان تفوت على الصف مو كاتب الوظيفة، هاي جريمة خيانة عظمى. أول شي سوالفك بينشدوا ليصيروا أطول من كنزتك، وتاني شي كفوف الأستاذ بتعمل لك نفخ خدود مجاني بيخليك كأنك ضارب بوتوكس عند أهم عيادة تجميل فيك يا بلد. وإيديك بعد كم مسطرة بيصيروا بحاجة حملة تبريد على حديدة المقعد. والأحلى من هاد كله إذا تسرب الخبر لأهلك. هون من أول خطوة إلك عزيزي في حدود المنزل رح تصير عندك الشاشة سوداء والنهاية بتكون مأساوية أكيد. بس بالآخر الأستاذ اللي نتف لك سوالفك هو اللي فهمك تاريخ المنطقة وعلومه وخلاك تعتبر ابن سينا مثلك الأعلى. أما اليوم يا عزيزي إذا الأستاذ بيوجه ملاحظة لطالب قليل أدب أو ببهدله قدام رفقاته بتقوم الإدارة بتستدعي الأستاذ، والأهل بيركضوا ليرفعوا دعوة وبيقولوا له أنت عم تعقد الصبي وتعمل له صدمة نفسية ممتدة لأجيال قادمة. يا أخي أنت هيك دمرت مستقبله كأهم بلوجر وصانع محتوى بالشرق الأوسط. شبنا. صار الأستاذ يخاف من الطالب، والطالب طموحه يطلع يعمل تحديات الطعام الحار على التيك توك بدل ما يدرس فيزياء. يا جماعة رغم كل هالمعاناة والعذاب اللي عشناه لسه منقول الله يرحم هديك الأيام، لأن الأيام اللي وصلتنا لأهدافنا بالطريقة الصعبة اللي مستحيل ننساها. والمثل شو بيقول لك الله يرحم اللي بكاني ولا يرحم اللي ضحكني. اليوم نحن عم نعيش حالة تقمص للثقافات الغربية ومفكرين حالنا متحضرين. طبعا مفكرين إنه إذا تركنا الولد على كيفه بدون رادع هذا هو التطور المعتمد بأهم دول العالم. والنتيجة شو؟ النتيجة بتلاقي الولد بيقول لأبوه يا كلب، والأب بيضحك ومبسوط ومفكر ابنه كتير مهضوم. شريك إذا ابنك وهو صغير بيقول لك هيك وأنت عم تضحك، بس يصير شاب وبطولك شو رح يعمل لك؟ رح يسفقك كفين ويربيك من أول وجديد، لأنه ببساطة الموبايل اللي بإيده أكله 3 أو 4 درجات من نظره وخلاه دائما عصبي ومنرفز. وهالمشروبات أم الملونات والمياه الغازية يلي نازل عم يشرب فيها لك هي عم تنهش بعظامه نهش. عن جد ايه والله الله يرحم هديك الأيام. الطفولة مسؤوليتك أنت كأب وأنت كأم لتحطوا أولادكم على أول درجة من السلم الصح. والله يرحم هديك الأيام يلي كانت بلا فزلكة الكتب يلي ما بتشبه مجتمعنا. ضربنا على الوتر ولا لسه بدها شوية دوزان؟ احكولي بالتعليقات شو أكتر موقف حسيتوا فيه أنكم فقدتوا السيطرة على أولادكم واشتقتوا للقذيفة البلاستيكية تبع الحجة. كنت معكم أنا وهذا كان
على الوتر. سلام.